السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح أسوي كيكة ديسباسيتو، طبعا حتكون كيتو، كل مقاديرها تعتبر صحية. أصلا هذه الوصفة أخذتها من الشيف زينب عرفة. فأنا لاحظت في أشياء غريبة في الوصفة، بس قلت يعني أنا ما راح أتفلسف، يعني هي شيف وهي أدرى. فتابعوا معايا وشوفوا إيش صارت، إيش الأخطاء اللي صارت معايا، والحمد لله حاولت أتداركها. فمبدئيا أضفت بيضة، وأضفت فانيليا وملعقتين من سكر الكيتو، أي يعني محلي، أو ممكن تضيفوا سكر القصب يعني إذا ما كنتوا يعني مثلا تسووا كيتو. وهنا راح أضيف كمان بعد ما خلطت البيض ملعقة من الزبدة، وراح أقلبهم مع بعض زي كده. وبعدين راح أجيب عندي هنا دقيق اللوز نص كاسة أو 50 جرام دقيق لوز، وحطيت عليهم ملعقة كبيرة من كاكاو الخام، وملعقة من البيكنج باودر. ممكن تزودوا الكاكاو على يعني على راحتكم، يعني حتى تكون يعني الكيكة لونها بني غامق. وهنا كمان خفقتهم مع بعض. هنا أول حاجة يعني أنا استغربت منها، يعني إنه الخليط مرة تقيل، ما هو سائل مع انه نفس المقادير. فقلت خليني اضيف بيضة يعني واخلطهم، والحمد لله مشي الحال. ما ادري يعني هل الدقيق اللوز اللي عندي يعني ماني عارفة ليش صار كذا تقيل، مع اني يعني ماشية معاه بالخطوات. فاضفت البيضة وخفقتهم. شوفوا كيف خلاص هذا القوام اللي نبغاه، قوام الكيكة المعتاد. يعني لما نسوي كذا خط بالخليط ما يتقطع معانا. وراح اجيب صينية، راح ادهنها بزيت او زبدة زي ما انتم حابين. وطبعا لازم يكون مشغلين الفرن على 180 درجة. فاضفت الخليط هنا، طبعا هذه كمية بسيطة يعني لشخص او شخصين يعني. فراح اخبط الصينية حتى يخرج كل الهواء، وراح ادخلها الفرن. وهنا بعد ما خرجت شوف كيف ما شاء الله اتنفخت، ويعني مو مرة يعني تضاعف حجمها لانه بدقيق اللوز. بس كانت فيها شوية ليونة، بس شوية ليونة على شوية كده، ما هي قاسية لا، يعني ما هي لينة زي الكيكة العادية. فقلت من عندي اختراع، يعني من عندي أنا ضفت هذه الخطوة كده بالعود كده شوية كده، سويت فيها فتحات وحطيت حليب. طبعا هي الكيكة وهي حارة يعني دوبها خرجت من الفرن، أضفت عليها حليب حتى شوية كده تتشرب وتصير لينة، يعني تصير طرية. وبس كده تشرب الحليب في الكيكة. وراح استخدم دحين للصوص هذا الشوكولاتة، طبعا شوكولاتة دارك ما فيها سكر، ما فيها جلوتين. حستخدم تقريبا 4 قطع، يعني 40 جرام. راح اذوبهم طبعا في الحمام المائي. اللي يشوف فيديوهاتي يعرف طريقتي كيف اني احط الشوكولاته في كيس واحطها واربط الكيس زي الناس كده تمام، واحطها في مويه حاره. المهم لين ما تذوب الشوكولاته راح ابدا اسخن على نار متوسطه كاسه من كريمه الخفق الين تكون معنا نبدا القوام. طبعا هي الشيف اضافت زبده، بس انا لاحظت انه نفس الكريمه فيها يعني زيت. يعني ليش قاعده اقول ليش احط زبده، بس قلت يعني هي ادرى. شوف كيف القوام، هو هذا القوام اللي نكون يعني نبى نوصل له في الكريمة. فهنا أنا أضفت الزبدة وقلبي أصلا يعني مو مرتاح. ف ولو من قلبي كمان أخرج الزبدة من الزبدية، الزبدة من الزبدية. المهم قاعدة أقلب وأنا أشوف الخراب اللي قدامي. وقاعدة أقول يلا هي شيف وهي أدرى يعني وقاعدة أقلب على النار برضو على نار هادئة إلين خلاص الزبدة انخلطت مع الكريمة. وشوفوا كيف خلاص كده صارت ناعمة. وراح أجيب دحين الشوكولاتة خلاص، مو شوكولاتة، أول شي السكر. شوفوا السكر هي كتبت تقريبا ملعقتين، وأنا قلت يعني كمية كبيرة حقت السكر، بس قلت برضو يعني هي أدري، أنا ما أدري يمكن يعني نوعية السكر اللي عندها يعني غير نوعية السكر اللي عندي، ما أدري. فأضفت تقريبا 3 أظرف سكر. وأنا أضيف والله حاسة إنه كتير، بس إنه ماشية في الوصفة وماشية مع بس يمكن زي ما قلت لكم يمكن هي يعني السكر اللي عندها يعني حالات قريبة، ما أدري صراحة. فأنتوا ضيفوا أو شي ظرف واحد وتذوقوا الطعم يعني، شوفوا يحتاج ولا لا. وهنا أضفت الشوكولاتة بعد ما ساحت كلها كذا. هذه الطريقة أحط الشوكولاتة في كيس الكريمة وأربطه تمام عشان ما تدخل فيه موية، وفي موية حارة خليه احسن من الميكرويف والحمام معي. شوفوا هنا كيف مرة مليان زبدة، مرة كتير.
فقاعدة أحاول أقلب يعني، وصراحة صفيت، حطيت الكريمة في صفاية، يمكن تقريبا كل الزبدة اللي حطيتها خرجت، تقريبا كلها خرجت، يعني حرام الزبدة انكبت. أصلا شوف القوام مو عاجبني برضو، قد ما صفيت زبدة برضو أحس فيه زبدة يعني مرة كتير. القوام صراحة يعني ما عجبني، بس إنه مع قاعدة كذا يعني أحاول أرتب الملعقة القوام شوية يعني أتصلح. ف خلاص كذا، شوف كيف ما شاء الله القوام يعني زي ما قلت لكم متصلح، وحطيت شوية شوكولاتة على الوجه من شوكولاتة دار، وخلاص صارت الكيكة جاهزة صراحة. يعني لذيذة، وشكلها يعني حلو ومرتب ولينة. حتى صراحة أكلوا معايا ما شاء الله تبارك الله من غير ما يدروا إنها يعني فيها دقيق لوز وفيها صراحة ما شاء الله كانت لذيذة، بس إن اللي قهرني كذا فيها الزبدة مرة كتير. فكذا هم خلاص ما شاء الله تبارك الله كانت لذيذة وطبعا هي حارة مرة رهيبة. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الطريق اللي سويت لكم هي ومن الأخطاء. شوفوا كيف الزبدة، شوفوا الزبدة صراحة بس في الأطراف، أما من جوا لا، شوفوا كيف ما شاء الله مرة مشربة حليب ولينة ومرة لذيذة، بس الأطراف اللي هي فيها الزبدة شوية، أما من جوا أبدا ما فيها زبدة. يعني ما يعني يعني تحسوها يعني طبيعية فإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الأخطاء اللي في الوصفة أو الأشياء اللي أنا واجهتها، وإن شاء الله تسووها وتكون تمام معاكم وبيرفكت. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك، وإذا ما انتم ما كنتوا مشتركين تشتركوا، وإن شاء الله في فيديوهات تانية عن الكيتو وصحية إن شاء الله في قائمة التشغيل حتلاقوها بإذن الله. ومع السلامة.